أعزائي المشاهدين، عدنا من خلال برنامج على الطاير في الاستضافة الكريمة لحيدر كريم. حيدر كريم الكريمة حلوة كثيرة. شكرا، كلمة متناسقة. والفنان صباح اللامي. خلينا نرجع لراشد الماجد. والله كان خلاف يعني مع الأخ راشد الماجد بخصوص سي دي قصايد الغزلان. يعني نزل السي دي المفروض دعاية. خابرت السكرتير يقول لي صباح دعايتك والفيديو كليب. قلت له ليش هو مسوي دعاية حوالي 20 يوم في قناة النجوم؟ ليش؟ ايش معنى؟ انا اقدم منه. قال والله هو كيف قلت له يا حبيبي الغي العقد خلاص. طيب انا حبيت اعرف، هل انت غنيت يعني بلهجات ثانيه غير العراقيه؟ الخليجيه غنيت. الخليجيه بس. والمصريه؟ لا. ليش؟ ما اجد، صعبه عليه شوي. خاف شوي؟ صعبه جدا صعبه، ما اجد يعني. من المقامات يعني يقول لك عطل الخبز خبازه. خليجي الخليج قريب عينه. ونعرف لهجتهم ويعرفون لهجتنا. المصري شوي صعب عليه، ما اقدر يعني ما اقدر. طيب عندك هوايه ثانيه غير الغناء؟ احب الرياضه. رياضه. اي احب كره قدم. انا كنت لاعب. مين الفريق اللي؟ منتخب البرازيل. انا برازيلي يعني. ولا خبره في الكوره؟ برازيلي. اي طبعا اول شيء منتخب العراق. عالميا منتخب البرازيل. احب الكره جدا يعني. طيب من بين الفنانات العراقيات في الفنانة الشابة شذى حسون اللي هي مشتركة في نجمة ستار أكاديمي. كانت تصرح مرة وتقول إنها هي تمثل الفتاة العراقية. أو لا ما لها علاقة بالفن العراقي المرة هذه. الفن العراقي صوتها جميل. شوفي يا أخت فاطمة، الفن العراقي هو الريف العراقي، هذه ما تعرف يعني غناها عادي جدا، سمعت أنا مرة. هذه مدحوها الفنانين العراقيين اللي قاعدين معاها. ما تعرف شو معنى الفن العراقي، وانا هالبرنامج مره ما اشوفه، ما احب اشوفه. احنا عندنا فنانات ريفيات يعني حلوين مثل غزلان صوت ريفي جميل، بس للاسف مو خادمه نفسها. ولا هذه شذى حسون لا. مين الفنانه اللي تحس انها تستاهل هالغزلان؟ غزلان صوت جميل، صوت ريفي. رباب بس رباب تغني خليجي. بالعراقي هم جميل. بس طبعا رباب فنانه عظيمه. وعلى فكره انا الان يعني انهيت مؤخرا عمل الفنانه رباب اغنيه الاطلال. صورتها. وانا كمان صراحه من خلال قناه فواصل بوجه لها تحيه، لان رباب فنانه جميله وفنانه راقيه وفنانه فنانه عظيمه. لها مكانتنا في قلوبنا، صوتها واخلاقها يعني على مستوى مو حي الله، فنانه قديمه. تعاملت مع علي الشمري. علي الشمري. فهل انت تعاملت معاه بس عشان تشارك في مهرجان فبراير؟ لا لاني عرفت انك متوله انك تكون مشارك من لا والله كانت يروح الكويت بعد 20 سنه غياب. فصار علي يعني عرف فيني جاي، اجاني البيت سوى معي لقاء، هو صحفي. قال انا شاعر، عرض علي كلمات بالعكس حلوه كلماته. مو جامل يقولوا له يجيني، يقولوا له بلحظه وبساعه. موال هذه؟ لا اغنيه يقولوا له يجيني بلحظه وبساعه. يعني رجل شاعر صراحه، شاعر جميل. وهسه عندي منه راح اسجل له 5 اغاني ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله. علي الشمري شاعر جميل وانا اوجه له تحيه صراحه. ان شاء الله، الله يخليك. طيب خلينا نرجع لحيدر. حيدر، طموحك وين تبغى توصل او شو مشاريعك في المستقبل؟